فيلمنا بيبدأ مع جين وجون، اتنين متجوزين من 5 سنين وبيكونوا قاعدين مع دكتورة عشان تقيم جوازهم، وبيحكوا انهم اتقابلوا لأول مرة في كولومبيا لما ناس مهمة اتقتلت والشرطة بدأت انها تدور على اي سياح مسافرين لوحدهم، وقبل ما يتقبض عليهم قابلوا بعض وقالوا انهم سوا علشان يفلتوا من الشرطة، وساعتها حبوا بعض وقضوا كل الوقت سوا. بيعدي 6 أسابيع وبيقرر جون انه يتقدم لجين علشان يتجوزها لانه حبها واغرم بيها، بس ايد صاحبه كان عنده وجهة نظر تانية وكان معترض على جوازه لان لسه ما يعرفش عنها حاجة. بس الجواز تم وعاشوا مع بعض، وبعد 5 سنين بيبقى جوازهم عبارة عن روتين ممل، وبيكون كل واحد باين انه مخبي حاجة على التاني. زي مثلا جون قبل ما بيدخل بيته بيلبس دبلته تاني، وبتكون جين بتحضر الغدا وبتاخد رأيه في الستاير اللي مش عاجباه، وبتقول له انه هيتعود عليها لانها عاجباها ومش هترجعها. بنشوف جين وهي قادرة انها تتحكم في توازنها على الكرسي لدرجة انها بتقف عليه برجل واحدة. طبعا هي مش بتعمل كده قدام جون. بنشوف جين وهي قاعدة مع الدكتورة وبتقول لها ان بقى في فراغ كبير بينهم بسبب الاسرار اللي عند كل واحد، وكانهم عايشين حياة منفصلة مش حياة زوجية. وبيقولوا للدكتورة ان بحكم شغلهم بيبقوا مشغولين شوية، وده بسبب ان الشركة اللي شغالة فيها جين ممكن يطلبوها في اي وقت، بس طبعا بدل ما بتروح الشركة بتروح للفندق وبتدخل جناح مليان افراد امن وحراسة. وفي نفس الوقت بيكون جون خرج من بيته قبل ما هي ترجع، وبيروح كازينو فيه صالة قمار وبيدخلها على اساس انه سكران وبيدور على الحمام وتاه في الطريق، وبيقترح عليهم ان يلعبهم لحد ما الفرد الرابع بتاعهم يجي. بيفضل يخسر ويديهم فلوسه لحد ما الشخص الرابع بيظهر، وبيطلع جون مسدسه وبيقتله وبيقتل كل الموجودين في الاوضه. وفي نفس الوقت بتكون جين متنكره في فتاة ليل، واول ما بتدخل بتقتل الهدف بتاعها وبتهرب بطريقه محترفه، وبيرجعوا هما الاثنين البيت وكانهم مفيش حاجه حصلت. طبعا هما مش قايلين لبعض انهم قتله محترفين. وتاني يوم بيبدا كل واحد بالمهمه بتاعته، وبنشوف ان مخزن الاسلحه بتاع جون موجود تحت مخزن الادوات اللي في بيته، ومخزن جين في مكان سري تحت البوتاجاز اللي في المطبخ. وبيروح جون الشركه الهندسيه اللي هو شغال فيها. طبعا الشركه دي عباره عن غطاء لشغله الحقيقي، وبتبقى مهمته واحد اسمه بنجامين، وبيكون تهديد مباشر لشركته ومطلوب تصفيته، وهيتم نقله لسجن على حدود الصين. وبيكون بنجامين هو نفس هدف جين برضه في شركتها، وبيروحوا هما الاثنين في نفس المكان علشان يصفوا بنجامين. طبعا كل واحد بيستخدم طريقته، وبتبقى جين مراقبه المكان كويس ومجهزه المتفجرات لحد ما بيظهر جون بعربيته وبيدوس على الحساسات اللي في الارض، ومش بيكون وشه باين لجين ولا قادره انها تميزه، وفاكره انه شخص عادي لحد ما بتشوفه طلع سلاح من عربيته علشان يقتل بيه بنجامين، فبتقرر تقتله هو الاول. جون طبعا عامل حسابه ولابس سترة ضد الرصاص، واول ما بيقوم بيفجر المكان اللي هي فيه من غير ما يعرف انها مراته، والتفجير ده بيبوظ المهمه كلها عليهم هما الاثنين. طبعا جين بتفشل في مهمتها وبيحصل لها مشكله في شغلها، وبيطلب منها انها لازم تعرف سبب فشل مهمتها ولازم تقضي عليه خلال 48 ساعه. جون قبل ما يمشي من مكان التفجير قدر انه ياخد جهاز كمبيوتر محروق على امل انه يعرف مين اللي حاول يقتله. طبعا بيعرف يوصل لمالك الجهاز نفسه، وبيعرف انها الشركه اللي جين شغاله فيها، فبيقرر انه يروح للمكتب بتاع جين وبيوصل للمبنى ويقدر يخمن ان مراته هي اللي كانت في الموقع. وبتكون جين ساعتها بتحاول انها تعرف مين الشخص اللي حاول يفجرها، وبسبب حركه معينه عملها جون قدرت هي كمان تعرف ان جوزها اللي كان في الموقع، وبتقابل هما الاثنين في البيت وكأن مفيش حاجه حصلت. بنشوف جين وهي محضره العشاء وبتديله مشروب علشان يشربه، بس بيدلقه لانه خايف يبقى فيه سم، وبيحاول يخبي السكينه اللي على السفره وبيراقب كل تحركات جين. طبعا هو قلقان منها فبيقوم علشان يديها مشروب، فبيسيب الازازه من ايده وبيلاقي ان مراته مسكتها قبل ما تلمس الارض، وبعدها بتسيبها تقع لانها بتكون اتاكدت انه كشفها. كل واحد فيهم بيقوم يجيب فوطه علشان ينشف المشروب اللي وقع. بيجري جون علشان يجيب مسدس وبيدور على جين، بيلاقيها خدت عربيتها وهربت. كل واحد فيهم بيقضي الليل وهو بيفكر في التاني لحد ما بيجي تاني يوم وبتكون جين وفريقها راحوا بيتها علشان يفتشوه، وبعدها بيختفوا من المكان. بيروح جون بيته وبيلاقي ان المخزن الاسلحه بتاعه كله فاضي، وبيعرف ان جين وصلت له قبله، فبيقرر انه يروح لها الشركه. جون بيقدر يوصل للشركه بتاعتها من خلال فتحات التهويه، وبيتصل بجين علشان يحذرها انها لازم تختفي، لكن الحساسات الموجوده في الفتحات بتعرف جين انه موجود في المبنى، وبتؤمر كل الموجودين باخلاء الدور، وبيقدروا ان هم ينقلوا المبنى التاني باستخدام التجهيزات الامنيه المتطوره بتاعتهم. جون بيوصل لهم متاخر بعد ما بيدمر كل حاجه موجوده في المبنى. بيشوف جون مراته وهي بتهرب من قدامه. جون بياخد معاه الاوراق المحروقه اللي بيت صاحبه ايدي، وبيفضل يدور فيها على اي دليل لحد ما بيلاقي لوجو مبنى تحت الانشاء، فبيروح عليه وبيركب الاسانسير علشان يطلع لسطح المبنى، لكن جين بيتعطلوا بيه وهو في الدور ال70، وبتقول له انه اخر فرصه ليه انه يهرب ويخرج بره المدينه والا هتفجر الاسانسير بيه وتموته. فبيقول لها انه مش هيسيبها لانها مراته، فبتحاول انها تهدده عن طريق انها تعد عد تنازلي يمكن يخاف منها، وبمجرد ما بتخلص العد المساعده بتاعتها بتفجر الاسانسير وبتدمره. جين ما بتفهمش اللي حصل، فمساعدتها بتقول لها انها خلصت العد وكانت فاكره انها بتتكلم جد. جين بتترعب على جوزها وبتخرج من عربيه جنب المبنى علشان تشوف اللي حصل، وبتتاكد ان جوزها اكيد مات بسبب اللي حصل، بس هو طبعا قاعد في اسانسير تاني وحاطط جهاز تغيير اشاره على الكاميرات عشان يبين لهم انه في اسانسير مختلف غير اللي اتدمر. جين بتنهار وبتروح المطعم اللي كانت دايما بتقابل جون فيه. فجاه بيظهر جون وبتفرح انه لسه عايش، بس بتقول له يهرب من المدينه قبل ما تقتله، فبيطلب منها انها ترقص معاه. وقت ما
هما بيرقصوا كل واحد بيرمي الاسلحه اللي مع التاني وبيتكلموا عن سبب فشل جوازهم، لحد ما جين بتمثل انها حزينه وبتسيبه وهي بتعيط، وفجاه بيحصل انفجار في الحمام وبتهرب جين من المكان، وبيسمع جون ان في صوت جاي من الجاكيت بتاعه، فبيعرف انها قنبله وبيحط الجاكيت في الصندوق البريد وبينفجر قدامه، وبيضطر انه يسرق اي عربيه علشان يتحرك بيها، وبيتصل بمراته يعاتبها لانها المره الثانيه اللي كان هيموت فيها بسببها، وبيتفقوا انهم يتقابلوا في بيتهم يتكلموا فيه ويتناقشوا بهدوء. وقبل ما بيدخل بعربيته بيلاقي مراته خبطته بعربيتها علشان تدخل هي الاول البيت، وبتبدا تامن البيت، وبيحاول جون انه يدور على اي طريقه يدخل بيها بيته قبل ما مراته تقتله، وبيدخل البيت من الدور الثاني وبيقدر انه يوصل لمسدس، بيجهز نفسه علشان يقابل مراته، وبتكون مراته هي كمان مستنيه بسلاح، واول ما بتحس انه قرب منها بتضرب عليه نار لكنها ما بتجيش فيه، بيبدا ضرب النار بينهم لحد ما بيقدر انه يخلع انبوبه الغاز بتاعه المطبخ، وبتنفجر الانبوبه وبتترمي جين على الارض هي وسلاحها. جون بيحاول يخليها تستسلم لكن هو اللي بيقول لها انه ما يقدرش يقتلها، وبيرمي المسدس من ايده، وبتتاكد انه لسه بيحبها، وبيقرروا انهم يتصالحوا، وبيكون جيرانهم بلغوا الشرطه بسبب الاصوات اللي سمعوها من بيتهم، لكنهم بيفتحوا لهم الباب وبيقولوا لهم انهم بيجددوا الديكور. بيطلع النهار وهم مع بعض، لكن بتيجي رساله لايدي على تليفونه بمهمه جديده، وهي انه يقتل العميل جون مقابل 400,000 دولار. ومجرد ما الرساله بتوصل لايدي بيظهر عملاء عند بيت جون علشان يقضوا عليهم هما الاثنين بسبب ان المهله 48 ساعه خلصوا. فجاه وهم قاعدين مع بعض بيلاقوا قنبله غاز اترمت عليهم، وان في فريق عايز يقتلهم، فبيهربوا على البدروم لكن بتترمي عليهم قنبله وبتيجي تحت تانك البنزين وبينفجر البيت كله باللي فيه. بعد ما بيقدر جون وجين يهربوا بره البيت بيحاولوا يهربوا من المكان بسرعه، فبيسرقوا عربيه جارهم، بيبداوا انهم يقولوا لبعض اسرارهم وانهم كانوا عايشين حياه مليانه كده، لحد ما بيلاقوا 3 عربيات بتطاردهم عشان تخلص عليهم. بيقدر جون انه يفجر اول عربيه وبينجحوا انهم يتخلصوا من العربيات اللي بتطاردهم. بيروحوا هما الاثنين على مكان ايدي وبيقول لهم ان الشركه مش هتسيبهم هما الاثنين باي شكل، والحل الوحيد انهم ينفصلوا عن بعض او حد فيهم يموت، او في حل تاني صعب شويه وانهم يخلصوا اخر مهمه جات لهم وفشلوا فيها، وهي انهم يقضوا على بنجامين، ومش بيكون قدامهم طريقه غير يخلصوا على بنجامين. فبتقدر جين انها تحدد مكانه بسبب مساعده صاحبتها، وبيلاقوا انه محبوس في الدور الارضي في قصر العداله. طبعا بيكون عليه حراسه مشدده وما بيكونوش قدامهم حل الا انهم يقتلوه، وبيحضروا نفسهم، وبيكون جون هو اللي بيدخل القصر وجين هي اللي هتحدد له طريقه. وفعلا بيدخل المكان وبتقطع جين النور على المكان كله وتعطله لحد ما بينجح في انه يخطف بنجامين، وبيبداوا انهم يستجوبوه، وبمجرد ما جين بتضربه بيطلب منهم يطلعوا الورقه اللي في جيبه اللي ورا، وبيلاقوا صوره ليهم هما الاثنين، وبيقول لهم بنجامين ان مش هو الهدف وان هما الهدف الجديد، والمهمه كانت مشتركه بين شركتهم هما الاثنين لانهم عرفوا انهم متجوزين وبيهددوا امن الشركه، علشان كده عملوا المهمه دي علشان هما الاثنين يخلصوا على بعض في المهمه وخطرهم ينتهي. وبيطلع بنجامين شغال في موظف في الشركه وعايز يترقى، علشان كده قبلوا انه يبقى طعم، وبيقول لهم ان في جهاز تتبع في حزامه، وبيقدروا انهم يهربوا من المكان بسرعه قبل ما يتم الهجوم عليه، وبيستخبوا وبيفكروا يعملوا ايه، وبيقرروا انهم يقاوموا لانهم مش هيفضلوا عايشين هربانين طول حياتهم، وبيهربوا على اقرب سوبر ماركت وبيجهزوا نفسهم لمقاومه جيش كامل مطلوب منهم تصفيتهم. بيحاولوا انهم يقتلوا الحراس وبياخدوا اسلحتهم. جين عماله تقتل في الباقي بالسكاكين وبتيجي سكينه غلط في رجل جون، ويبدا ضرب النار، وبيحاول جون وجين انهم يقتلوا اكبر عدد من الموجودين. طبعا بيجي عدد كبير من الرصاص في السترات الواقيه بتاعتهم، بس بيكملوا قتل في الموجودين وهم مع بعض ورافضين انهم يتفرقوا لحد ما بيقدر انهم يقضوا على كل الموجودين. بنرجع تاني ليهم وهم قاعدين مع الدكتوره وبيقولوا لها ان هم الاثنين دلوقتي عايشين مبسوطين، وبيقرروا انهم يعيشوا حياتهم مع بعض ويواجهوا كل التحديات ويبنوا بيتهم من اول وجديد. وبيخلص فيلمنا. شكرا للمشاهده. لو انت مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس، وانتظرنا في فيلم جديد. سلام.